يا جماعة، ناس كتيرة جدا من اللي بتتابع في العيادات بتيجي تقول: يا دكتور، أنا باخد شوفان وبتخن. دكتور، أنا باخد حاجات هيلثي وكويسة جدا وصحية وبتخن. تعالوا أقول لكم على وجبة بسيطة زي الشوفان باللبن، إزاي ممكن تبقى سبب في زيادة وزن أو سبب في نقصان وزن. يعني لو استخدمت لبن فول كريم هبقى كده بزود في سعراتي، على عكس اللي هو السكيمد او الهاف كريم هيبقى اقل في السعرات. لو استخدمت موزايه كامله قطعتها كفاكهه كده بزود في سعراتي. ممكن استخدم نص موزايه، ممكن بدل ما استخدم فواكه مجففه او قراصية او كده استخدم حاجه زي الفراوله، زي البلو بيريز. الحاجات دي بيبقى فيها سعرات قليله، كل دي بتقلل في السعرات. في ناس بتحط معلقتين مثلا بينات باتر، لو استخدمت معلقه صغيره هيبقى اقل. الناس اللي بتحط كاكاو برضو احط معلقه صغيره مش معلقتين. لو انا بعمل الحاجات دي وباخد بالي من التفاصيل الصغيره وانا بعمل طبق الشوفان باللبن او طبق الشوفان بالزبادي هيفرق كتير جدا. لان المعلقه الزياده في البينات باتر والفاكهه الزياده او الحاجات او الشوفان نفسه لو في اكتر من معلقتين ل3 معالق ده هيزودك في الوزن. فخدوا بالكم من التركات دي واحنا بناخد الهيلثي فود.